السلام عليكم يا مصريين، تعالوا لو سمحتوا. تعالوا لو سمحتوا. اللي عنده السكر مش في نقص في دواء السكر اليومين دول في البلد. يا مصريين خير، اللهم اجعله خير. هو مش من اول السنة الكهرباء غلت والمية غلت والغاز غلي؟ مش كده يا مصريين؟ طيب، السوريين دلوقتي احنا دخلناهم خدناهم على حجرنا وشلناهم على كتفنا ونيمناهم في بيوتنا ومش عارفه ايه. وتحيا مصر، اهلا وسهلا. لكن في ناس تقل لما يحصل بينك وبينهم اشتباك يقول لك ايه، لا يا حبيبي ده احنا قاعدين بفلوسنا. لا يا روحي، ده انت قاعد بكيفنا. ده انت قاعد جدعنه مننا، محبه مننا. تيجي بقى تشلت فينا وتهبت فينا وترجع وتقول لا احنا عايشين في البلد زينا لا يا امور، لا يا قلب امك. ده انت ضيف، وعلى الضيف معاملته بالحسنى إلى حين ترحيله. أما يتحول منك يا حلو يبقى فيه ميليشيات. لما الدواء السكر يشح من البلد، لما الانتينال بتاع الإسهال ما يبقاش موجود يبقى ناقص. لا يا روحي، لما الدولارات تتقفشوا بيها وانتوا بتخرجوها بره البلد يبقى يا قلبي. لما في ناس تيجي من السودان ومن هنا ومن هنا ولا احنا ده بندافع عن حقوق السودانيين، لا يا امور روح بلدك يا حلو وبفلوسك خد بلد فلوسك واجري يا امور. بصراحه انتوا من ساعه ما دخلتوا عندنا وانتوا جبتوا لنا الفقر. ليه؟ لان انتوا بتستقطعونا. طالما معاك فلوس يا حلو ما تحارب في بلدك يا حليوته. احنا ناقصين قرف؟ ما احنا فينا اللي مكفينا يا جدعان. الله يخليك يا سياده الرئيس ومجلس الشعب المصري. يا مجلس الشعب المصري، يا مجلس الشعب، انت موجود عشاننا. لو هتلعب لغيرنا اقفلها، نجيب ظروفها زي ما اتشال قبل كده ولغينا مجلس الشعب. مش مشكله نلغيه تاني عادي، يعني ايه المشكله؟ لما دلوقتي يخش ميليشيات تحاربنا علشان يدافعوا عن السوريين ولا فلسطين، سوري يعني، ولا قصدي ولا السودانيين. لا يا سياده الرئيس انا اسفه، سوري. انا معاشي قاعد 21 يوم ما حد سأل فيها. عارف انا لو كنت سوريه أمة لا إله إلا الله والسفارة السورية والأمة الأمم المتحدة ومجلس بقول لك يا ريس الله يخليك، ما بلاش تعمل حنين على الغريب وتدينا احنا بالجزمة. أنا بقول لك الصراحة، وأنا دلوقتي خلاص أنا مش انتخبتك 3 مرات، أنا دلوقتي باخد بالجزمة وبتعامل معاملة أقل من الدنيا. السوري واليمني والسوداني بيتعامل كملك، وانا بنت كلب مواطنه من الدرجه الصفر، وبيتكلم يقول لك بفلوسنا. النبي يا اخويا سوري انت والسوداني واللي مش عارفه ايه اللي عايزين تستوطنوا والمنطقه دي بتاعتكم، لا يا روحي خد بعضكم فلوسكم بسوادكم ببياضكم وغوروا من عندنا. احنا فينا اللي مكفينا، احنا بلدنا ما بتديناش حقوقنا. انتوا غريب بتاخد حقي انا. ماشي يا حبيبي، يلا في داهيه يلا، عشان انا اتخنقت بقى والشعب المصري مش ناقص. عملنا معاكم الجميله ما تمرش بيكم واتقلبتوا علينا. كفايه كده، كفايه كده يا سياده الريس. السيد جمال عبد الناصر زعيم الامه العربيه لما جاي يعمل جميله في اليمنيين، سامعين يا يمنيين؟ ها، وبعت الجيش المصري فداء. الجيش المصري 5000 جندي اليمنيين ذبحوه. يا ريت يا ريت ما تتبعش 95 مليون علشان 6 ولا 7 مليون. الله يخليك يا ريس، انا اعرف ان انت طيب، يا رب تكون طيب. ماشي سعد. واهم حاجه حقوقنا كمصريين، احنا محظور حقنا ببلدنا. هم يجوا يحتلونا وانتوا كدوله ومؤسسات الدوله تدافعوا عنهم. احنا هم محتلون، هم بقى يغوروا في بلدهم عشان نفوق وبقى عشان ناخد نفسنا.